تعالي اقول لك كل اسرار القطايف، بس الاول اسمعي القرمشه الحلوه قوي دي. قطايف ممتازه، تسويتها حلوه جدا، لونها جميل. قرمشتها زي ما انت شايفه كده. عملت كميه كبيره جدا من 3 كوبايات من الدقيق. في نفس الوقت طريه، وهي عجينه زي ما انت شايفه كده، لا بتشقق ولا بتتقطع ولا مفروله ولا اي حاجه خالص. طبقيها وافرديها بالشكل ده هتلاقيها معاكي زي العسل. يلا بينا ندخل على طول على المقادير. معايا هنا حطيت في المنخل 3 كوبايات من الدقيق، اللي هو الكوب المعياري او اي كوب عندك. المهم ان انت تثبتي الكوب اللي هتشتغلي بيه. حطيت 3 كوبايات من الدقيق، وهبدأ ان انا انخلهم دلوقتي، وهنحط عليهم باقي المكونات دلوقتي، بس هنحطهم بالتدريج عشان المنخل اللي معانا ياخد الكمية كلها. حطيت هنا كوبايتين، هنخلهم بس ثواني كده عشان اوسع مكان احط للكوبايه التالتة. يبقى انا كده استخدمت 3 كوبايات من الدقيق. تقدري تضاعفي الكميه وتقللي الكميه على حسب ما انت عايزه. هنخل بقى الدقيق اللي معايا ده كله، وبعد كده هحط معايا باقي المكونات. بعد ما انا دخلت الدقيق حطيت معايا كمان ربع كوبايه من السميد اللي هو دقيق البسبوسه. خلاص. هحط معايا ربع كوبايه السميد في المنخل. هزود عليها كمان معلقة كبيرة من السكر، رشة من الملح، معلقة صغيرة من الخميرة، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. دي كده كل المكونات اللي هنستخدمها. هنخل بقى كل دول مع بعض كده، كل المواد الجافة في بولة مع بعضها. بعد كده هقلبهم، وكده بقت المكونات الجافة معايا جاهزة. هنقدر نستخدم الخلاط، نقدر نستخدم الهاند بلندر، نقدر نعملهم بالمضرب اليدوي. المهم ان احنا نعملهم لحد ما يتجانسوا كلهم مع بعض. في الهاند بلندر هحط 4 كوبايات من نفس الكوباية اللي احنا عايرنا بيها دقيق. حط 4 كوبايات من المية، ده كده مقدار المية على المقدار اللي احنا حطيناه. حطيت 4 كوبايات من المية، وبعد كده هبدأ أضيف عليه المواد الجافة بتاعتي بالتدريج، عشان عشان الشفشق اللي معايا صغير على الكمية اللي أنا عاملاها. فهحط شوية كده واضربهم ضربتين، وبعد كده احط باقي الكمية. اهم حاجة ان احنا نضربهم كويس جدا، ما نخليش فيها اي تكتلات من الدقيق. عايزين القوام يكون ناعم خالص زي ما هتشوفوه دلوقتي. ضفت بقى باقي كمية الدقيق، وهبدأ ان انا اضرب فيهم كويس جدا. وبعد كده في النص نفتح الخلاط. ولو في اي تكتلات من الدقيق في الجنب زي ما هو عندي كده، هنبدأ ان احنا ننزلهم. هنا انا ضفت الكمية الباقية من الدقيق. تقدروا من البداية تضيفوهم كلهم لو هتعملوا في حاجة واسعة، بس انا ضفتهم بالتدريج عشان بس الشفشق بتاع الهاند بلندر بتاعي صغير شوية. بدأت بقى ان انا انزل التكتلات بتاعه الدقيق بالشكل ده، وهبدأ ان انا اضربهم كمان 3 4 دقايق كده. المهم ان احنا نضربهم كويس، وعشان كمان يبقى فيها فقاعات من جوه، فاضربهم كويس جدا. ضربتهم كويس جدا، وبعد كده بعد ما هضربهم كده هسيبهم على جنب لحد ما الخميرة تتفاعل معاها. نعرف ازاي ان العجينة بتاعتنا مظبوطة؟ هنجيب معلقة ونعمل فيها خط من النص. لو فضل الخط ثابت، القوام ما بقاش سايل عليه، هيبقى كده القوام بتاعنا مظبوط. هسيبها بقى على جنب، وبعد كده نبدأ نخبز فيها على طول بعد 10 دقايق، أول بس ما ترتاح شوية. وقبل ما نبدأ نخبزها، نقلبها تقليبة كده بالمعلقة عشان نقلل الفقاعات اللي فيها شوية. يعني ما تاخديهاش من الخلاط على طول وتبدأي تنزليها في الطاسة بتاعتك، لأن هتلاقي عملت معاكي إخرام واسعة جدا. فانت هتديها تقليبة، وبعد كده هتبدأي ان انت تحطيها على نار متوسطة في طاسة تكون ما بتلزقش، وهتنزلي عليها بالتدريج زي ما انت شايفة كده. أول ما اللون الأبيض يختفي هتطلعيها على طول بالشكل ده. هنا كده الفقاعات المسام بتاعها مظبوط، هنبدأ ان احنا نطلعها. اظبطي بقى النار بتاعتك زي ما قلت لك، النار ما تبقاش عالية، تكون نار متوسطة. يعني انا حاطة على العين اللي هي المتوسطة مش الكبيرة، صغيرة شوية، ومهدية النار على الوسط. وابدأ ان انا احط العجينة بتاعتي واستنى لحد ما الفقاعات اللي فيها اللي هي البيضة دي تروح، بطلعها على طول بالشكل ده. ما بستناش عليها لحد ما تنشف تماما. شايفين لونها مظبوط جدا؟ اللون الذهبي. عشان تاخدي اللون الذهبي اللي بره ده، ما تزوديش كمية السكر اللي بيغمقها من بره. ان تبقى كمية السكر كتير، احنا حاطين معلقة واحدة بس من السكر. خلاص. هكمل بقى باقي الكمية. ما شاء الله الكمية عملت معايا كمية كبيرة جدا. عملت معايا حوالي 50 حبة من القطايف. زي ما انتوا شايفين كده قوامها طري جدا، ناعمة جدا، بتتلزق بكل سهولة. اهم حاجة ان انتي لما
تخرجيها تحطيها على فوطة وتغطيها بالشكل ده عشان تطرى معاكي. اول ما تطلعيها من الطاسة هتحسي ان هي ماسكة نفسها شوية او شادة شوية، بس بمجرد ما هتحطيها على الفوطة وتغطيها هتلاقيها بقت طرية معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. ما شاء الله الكمية كبيرة جدا من 3 كوبايات من الدقيق. ابدأي بقى يعني شايفة، لا اتشققت ولا اتقطعت ولا اي حاجة، ناعمة جدا، بتتطبق وتتفرد من غير ما تتقطع ومن غير اي حاجة خالص. هركنها على جنب ونبدأ نحضر الحشوة. معايا هنا شوية من الفول السوداني، وببدأ إن أنا أضربهم بالكبة كده لحد ما أنعمهم، بس ما ننعمهمش أوي، نخليهم وسط. حطيت عليهم شوية من جوز الهند وكمان شوية من الزبيب، وكمان معلقة كبيرة من السكر. معلقة السكر بتخليه معايا، معلقتين سكر دول بيخلوا معايا القوام من جوه الحشوة لما تنزل في الزيت تتكرمل من جوه، وبالتالي ما تفكش معاكي، وتلاقيها لما تيجي تاكليها تلاقي ان الحشوة بتقع منك وكده. هتلاقيها ماسكة نفسها زي ما انت شفتيها في الفيديو في الأول. لما بتتحمر بتبقى الحشوة جوه ماسكة. خلاص. هبدأ بقى دلوقتي ان انا احشي كل الكمية اللي معايا. القطايف من الحاجات اللي ما ينفعش تعمليها وتركنيها، لازم وهي لسه طازة تعمليها كده على طول، تحشيها وتحطيها في الفريزر. يعني انا بحشيها كده على طول، وببدأ اللي انا هقليه دلوقتي بقليه، واللي هحطه في الفريزر بحطه في اكياس وبحطه في الفريزر. وقت ما احب اعمله بطلعه على طول وهي مجمدة، وابدا انزل بيها في الزيت على طول، بتبقى كويسه جدا ولا بتفك ولا بيحصل لها اي حاجه. المهم ان انت تطلعيها وهي لسه مجمده تحطيها في الزيت. اهم حاجه دلوقتي في المرحله دي ان انت تقفليها كويس، عشان لما تحطيها وتطلعيها تبقى معاكي متقفله كويس، ما تفتحش منك لما تتفرز وتطلع. حطيت بقى شويه من الزيت وهقلي فيها شويه كده من القطايف عشان اوريكم النتيجه بتاعتها بتبقى عامله ازاي. اول ما الزيت بتاعي سخن نزلت بالقطايف، وببدا ان انا اقلب فيها شويه بشويه كده بالتدريج، يعني ما بسيبهاش اللي هي تاخد لون مره واحده من ناحيه وارجع اعمل لون اقلبها واعملها على اللون التاني مره تانية مره واحده. لا، بفضل اقلب فيها رايح جاي كده لحد ما كلها تاخد لون ذهبي غامق. انا عايزاها تاخد لون ذهبي غامق عشان تطلع معايا مقرمشة. لو أخدت لون ذهبي فاتح، لما تطلع وتحطيها في الشربات وتطلع وتهدى هتلاقيها بقت معاكي طرية. احنا عايزينها تفضل مقرمشة، فهنديها لون ذهبي غامق. ولما تطلع اعملي حسابك ان هي لما بتتحط في الشربات بتغمق درجتين عن اللون اللي انت مطلعاه من الشربات. خلاص. فهنبدأ ان احنا بقى زي ما قلت لك نقلب فيها كده لحد ما تاخد اللون اللي انا هوريهولك دلوقتي، تبقى كده ده اللون المظبوط بتاعها. تكوني بقى مجهزة عندك شربات تقيل وبارد، وتبدأي على طول تطلعي القطايف تحطيها على طول في الشربات. الشربات بتطرى لما بتحطيها في سوري، القطايف بتطرى لما بتحطيها في شربات يكون خفيف. لازم شربات القطايف بالأخص يكون تقيل وتقيل كويس يعني، عشان يديكي نتيجة كويسة. هنا بعد ما طلعتها كده في الشربات ببدأ ان انا اصفيها واطلعها بالشكل ده. هنا هتلاحظوا ان اللون اغمق شوية، او اخدت اللون المظبوط بتاعها بعد ما اتحطت في الشربات. شربات القطايف بيبقى تقيل. هتعملي كوبايتين من السكر عليهم كوباية ونص من المية وعصرة ليمونة وشوية من الفانيليا. أول ما تاخد اللون، أول ما يستوي معاكي وتلاقيه إن هو قوامه تقيل كده شوية، هتطفي عليه وتسيبيه لحد ما يبرد ويتقل. خلاص، وتبدأي تستخدميه. هنزل لكم طريقة الشربات لوحدها في فيديو تاني بعد الفيديو ده. هنا النتيجة بتاعتنا ما شاء الله مرضية جدا. كمية ما شاء الله كتيرة جدا، زي ما قلت لكم قليت شوية والباقي فرزته لرمضان. اسمعوا بقى القرمشة. زي ما قلت لكم كمان ان الحشوه من جوه متماسكه زي ما هتشوفوها دلوقتي. لما بقسم القطايف معايا هتلاقوا ان الحشوه جوه ثابته ما وقعتش واتفرطت معانا. الحشوه اللي جوه تقدروا تحشوها باي حاجه انتوا عايزينها، ده اختياري يرجع لكل واحد. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا له لايك وشير. باي باي.